السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبصحة وسلامة وسعادة وكل حاجة حلوة. أنا حاسس إن في حاجة ناقصة كنور من الناحية دي، يعني هي الناحية دي فيها إضاءة، لكن هنا لأ مفيش إضاءة، فلازم نجيب إضاءة كده أفضل شوية. مش عارف صراحة، بس يعني على الله بقى، يعني الحلقة دي مشوها بقى. أنا قلت والله أجرب حتة جديدة، بس شكلها حتة معفنة. مش عارف صراحة، يعني أنا مش فاهم بقى. يلا مش مشكلة، حصل خير حصل خير حصل خير. النهاردة جايين نتكلم عن واحد، يعني هو عمل ترند من فترة اسمه مروان مشاكل. حرفيا مروان مشاكل، يعني بيعمل مشاكل أو بيتعمل فيه مشاكل، في مش عارف أنهي أقرب يعني. بس المهم إن هو مروان مشاكل. بس ده المهم. النهارده هو من فترة أنا سمعت اللي هو كان فرح، فحازم كل مصر، هو قال الدعوة عامة، فيعني نشوف الدعوة عامة، ممكن نيجي احنا كمان. يعني هو فرحه عدى، وبعد الفرح في حاجات حصلت كتير قوي، مش عارف ازاي، مش عارف جت منين صراحه يعني. بس يلا مش مشكله برضو يعني. طيب انا هبحث، هقول عايز كرام مشاكل. ايه اللي اقوله ده؟ يا جماعه اقفلوا الفيديو. دعوه كرام مشاكل، عشان بس انا عايز اشوف الدعوه دي، انها بيقولوا كلهم بيتكلموا عليها، فانا لازم اشوف. يعني انا مش كله هيتكلم وانا لا يعني. دعوه كروان مشاكل. كروان مشاكل ايه؟ مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يا شباب، نشوف الدعوة العامة اللي هو قالها دي. يلا بينا حباب قلبي واخواتي، صباح الفل. لسه صاحي. فرحي الليلة الكبيرة، التخلة ان شاء الله يوم 29 ديسمبر، موافق يوم الاثنين، مش اللي جاي تلقى اللي بعده ان شاء الله. مستني كل اخواتي ان شاء الله. مستني اي حد يشرفني، من صحابي، من قرايبي، من ولاد منطقتي يشرفوني. مستني اي حد. الدعوة عامة للناس. يعني ايه دعوة عامة؟ يعني انا ممكن اروح عادي، ممكن مثلا واحد معدي في الشارع عادي يروح عادي بقى، ما هي الدعوة عامة. الدعوة عامة عادي. كرام مشاكل قال الدعوة عامة فكله يروح، فده اللي حصل فعلا، وكله راح. حتى كله في الكومنتات حرفيا كله حاطط يعني عامل منشن لاصحابه عشان يروحوا. واحد اسمه الجمال، ما انا فضحت الناس بقى. واحد اسمه ايه، اسمه الجمال تاني، عامل منشن مرتين. الله اكبر. معلش يا جماعه، يعني اعذروني برضو، يعني ده بتيجي على النور بالغلط. ف يعني كله راح حرفيا، يعني الله اكبر بجد. تعال نشوف الفيديو ده. بيقول الفرح هو اللي كان واقف بره، حاجه غريبه. تعال نشوف عامه يعني. اي حد غريب مش معصوم، مستحيل انه يخش. القاعة متأمنة تأمين شديد، وجايب حرس شديد. هو جايب حرس شديد، خلص الكلام. يعني يا جماعه هو المفروض ان هو جايب حرس وكده، ما حدش هيخش تقريبا، ما حدش هيخش. معانا دعوه عامه بس قال ابن منطقتي تقريبا، خلاص يعني هو الدعوه عامه بس محدوده برضو، فكويس بحسبه كتير يعني. ماشي نكمل الفيديو بس. A few moments later. اتبعتنا، اتدمرت، بقيت جارب شلونكم من عليا، فرحي باظ. طب ايه ده يعني هو طالع بقى في ليله الدخله تقريبا بالبدله، هو جاب البدله وحد قطعها. يا لهوي، انت عملوا فيك ايه يا كروان؟ شيلوا عليكم من عليا. ده فتح لايف كمان، الله اكبر، كان فتح اللايف ساعتها. يعني هو جه من الفرح فتح لايف. حصل خير حصل خير حصل خير يعني. تعالوا نشوف الفرح كان عامل ازاي. يعني انا هكتب دلوقتي فرح كرام مشاكل ونشوف يعني هو كان ايه اللي حاصل. يعني هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ طلع في ناس كتير اتكلمت، وبالو طلع. واحد اسمه بالو عارفينه، بالو اللي هو السوهاجي ده طلع اتكلم. فانا مش فاهم ايه اللي حصل بصراحه يعني. يلا بينا نشوف الفرح بس كان عامل ازاي. يلا بس نشوف. يلا جماعة، أنا آخر مرة هتكلم في الحوار ده. أنا هفتح لايف من الإيميل ده عشان خط حصر من الإيميل التاني، وأشرح لكم كل حاجة، ومحدش يا جماعة يفتح الحوار ده معايا تاني. انا ما اعرفش ايه الحوار، ولا حد شاف غيره. بس يعني هو اكيد هيقول الحوار في اللايف يعني. لا ادخلوا اللايف يا جماعه، انا ابقى متحجب وكده عشان يدخلوا اللايف مش هيقولوش حاجه. عارفين كل الحوارات دي. احنا عارفين يا كروان كل الحاجات دي. انا عارف كل حاجه، خلي بالك. انا ممكن افضحك. ياخدك حد مني، ده انت بقيت انا، ليالي قربتنا. هو بيبص على ايه؟ طيب واحد بيقول له في الكومنتات يا بختك اتجننت وارتحت. واحده تانية بتقول له حاجه ما ينفعش يقولها. واحد بيقول المفروض تتجوز علياء كامارون، انتوا الاثنين شبه بعض. حصل بجد. مين زي يدخل يتفرج على الكومنتات؟ انا بصراحه. بس يلا عشان بس الكرنج اللي في الكرنج. استاذه انجي. طيب هنتفرج بقى على الفرح جايب 1,000,007، وواحد فيديو تاني جايب 2. الصحفيين كانت كلهم وكله يعني. فيلا بينا نشوف الحكايه دي بتدور على ايه يعني.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو كروان واقف في النص وانا شايفينه يعني. تعالوا شوفوه واقف في النص جنب الراجل اللي عامل حته ايه يعني ايه الحلقه دي اساسا يعني. واحد بودي جارد عامل كده حته زرقاء هنا ما اعرفش ليه هي بصراحه يعني. عارف بسيوني ليه بسيوني نايم. خلاص هي العروسه اصلا يعني ملهاش لازمه يا كروان يعني خلاص. يعني اللي ماسك الطبله هو عايز يطبل لهم وهو داخلين عربيه او حاجه، بس هو خلاص يعني هو خلاص بجد يعني هو اتطبل له خلاص يعني فاهم يعني. حصل خير يا رجاله والله ملوش داعي والله العظيم خالص والله. في واحده شعرها احمر انا مش عارف ايه ده. واصلا الكابشن بتاع الفيديو بيقول ربنا يعوضك خير، فرح كروان مشاكل هاشتاج وهاشتاج كروان مشاكل وهاشتاج الفرح باظ. طلع ترند يا جماعه الفرح. هم ولا عارفين يدخلوا العربيه ولا عارفين يروحوا ولا عارفين يدخلوا القاعه تاني ولا عارفين اي حاجه بجد. لا حول. الدعوه عامه بجد يعني. عارف انت ايه الدعوة عامة؟ كان تعبير مجازي على فكره. انا حاسس ان هو كان بيقول مثلا يا جماعه تعبير مجازي خلاص بجد. تعبير مجازي اللي هو كله دعوه عامه، لكن هو ما طلعش الدعوه عامه تعبير مجازي، هو طلع بجد دعوه عامه. طيب الكومنتات واحد ميزو بيقول له حد اخد باله من البودي جارد لما ضرب طيبه قلب حمات دي حماته. هو ايه اللي حصل يعني مش فاهمه. راكين على جنب يا ام ادم. هناك لمسه يد. هو في لمسات يد كتير يعني. واحد بيقول له معاك دقيقه تكتب الحمد لله يا عم. هكتب له استنى الحمد لله. وكروان مشاكل بتاع ايه انا اول مره اسمع عنه. بتاع الحب الناس اخجل بالعرب لانهم اكثر الشعوب. فين في السعوديه ده؟ فين في السعوديه؟ حرام والله صعب عليا. واحد بيقول له غلبان والله. هو بصراحه صعب عليا بس هو اللي انت اللي قلت دعوه عامه انت اللي تستاهل يعني. طيب فيديو فرح تاني بقى في القاعه على باب القاعه كده تعالى نشوفه يعني. الفيديو بيقول مش هتصدق ايه اللي حصل في فرح كروان مشاكل وعامل الايموجي ده. يلا بينا. وهاشتاج شعب ما له حل الشعب الصيني وهاشتاج فريو بيج وهاشتاج بارك الله مشاكل. يلا بينا. طب يا بجد انا صعب عليا خلاص يا جماعه يعني. المفروض ليله العمر بقت ليله الجنازه يعني. ما انت اللي قلت الدعوه عامه ما انت اللي تستاهل يعني. دعوة عامة؟ انت اللي قلت الدعوه عامه يبقى انت اللي تستاهل. انت اللي تستاهل يا كروان. بص لو ربنا ادانا الحق انت اللي تستاهل. فيديو بقى قاعه بقى نفسها. احنا كده في فرح الكروان مشاكل. كروان عزمنا على الفرح وقلت ما ينفعش ما اروحلوش، وخدت الرجاله معايا وقلت نروح نعمل معاه فوق الصف، وخدت اخويا زاجه واخويا زياد الجزار، وكان في ناس كتير جدا وما اعرفش دول مين ولا دول بيصوروا ايه. ودي لحظه دخول الكروان القاعه، ودخلنا احنا كمان القاعه بس الدنيا كانت زحمه جدا جوه، ومن كتر الزحمه والكتمه جوه كل شويه نلاقي حد خارج زي ما يكون جثه. طبعا من الزحمه الشارع اتقفل وفي ناس كتير عماله يغمى عليه. الفرح دوت كان في قاعه الفور سيزون في شبرا، وطبعا الفرح باظ وما عرفناش نخش نوجب مع الكروان. وطبعا انا مش زي بقيه الناس، انا طبعا بقف مع اي حد عايز يتصور معايا فلازم اقف اتصور معاه واقدره. هو ده انت جاي تعمل شو. انت كده جاي تعمل شو تصوير بقى. بص الحاج اللي معدي ده معدي ما اعرفش يبقى صايع بقى عصايه ولا ايه. واحد بيقول له الفرح ده كان فرصه مش هتتعوض وزاره الداخليه. حصل. وزاره الداخليه لو كانت اليوم ده يا ده كان السجون كلها. ماشي كويس انك ما حصلكش حاجه. كويس انك ما دخلتش جوه. انت وقفت بره في الهواء الطلقه احسن يعني. مريم بتقول انا سنجل. واحد عمل ريبلاي عليها جايب لها حروف بالصينيه كده مش لازم نقراها يعني. طيب انت ابن عمتي يا موزه سلم لي على اخوك مصطفى. ايه العبث ده يا جماعه؟ في ناس راحت بقى وطلعوا على كده رقحوا بقى عليه. قال له انت يعني تعال نشوف الفيديو ده يعني. جايب 6 مليون ونص ما اعرفش ليه بصراحه بس قشطه يعني. يلا بينا. شكرا يا كروان. ده ما يرضيش ربنا ان احنا نيجي من سفر عشان خاطر نحضر الفرح بتاعك يا كروان ويحصل فينا كده. ده ما يرضيش ربنا. ده برد اول وقفه هناك دي خالص. عملت من كده هاتوا الكاميرا عليا. بص عايز اطلع ترند النهارده بجد. خلص الكلام. قلت لك من الاول ما كناش ولا ينفع. وبالله يجي من الاقصر يتبهدل. اللي اتبهدل واسيب 3 اعلانات النهارده عشان خاطرك واتبهدل كده ما ينفعش. ما كنتش رحت. ما انت رحتوا ليه اصلا؟ انتوا رحتوا ليه الاربعه؟ ايه ده؟ ما فرح كروان مش لازم حد يروح. انتوا اقعدوا في بيتكم اتفرجوا على لايف على صفحه وزاره الداخليه. هتبقوا رايحين وانتوا بيتكم حرفيا. لكن انتوا تروحوا الفرح ليه تروحوا الفرح؟ انتوا عارفين انتوا قفلتوا الطريق لغايه اسكندريه. اللي اتبهدل واسيب 3 اعلانات النهارده عشان خاطرك واتبهدل كده ما ينفعش. بالله انت مش عارف ارجع ورا بس يا بالله. عايزين نسمع بس الناس دول يعني. هو اخر مزاح اخر ما عرفش يتكلم.
كده ما ينفعش. انا قلت اللي عندي، خلي بالكم كده ما ينفعش، خلص الكلام. ليه المهزله اللي شفناها في فرحك دي يا كروان؟ شد العزومه ما كنتش عزمت. جايين من سفر. ما كنتش قلت انا عازم البلوجراو. يعني احنا كده واتبهدلنا. يعني جايين من الاقصر انتوا- واتبهدلنا كده ليه يا كروان يا اخي؟ اتكلم معاهم اوليكم دليل باثبات كروان مسك. احنا جايين من سفر عشان نحضر فرحك وانت جايين من توسم. معلش بس هرجع الحته دي بس ثانيه. ايه الفيديو 3 دقايق يعني بيشتكوا الكروان في 3 دقايق؟ ده لسه في الثانيه ال 25. جايين من سفر. جايين من سفر، بحسب جايين من توسن دي. يا جماعه اللي مش فاهم، هي رينج لايت، فهي في زرار هنا، فانا بعمل كده ده تيجي على الزرار، فانا اسف جدا. اتكلم معاهم اوليكم دليل باثبات كروان مسك. ايه والمصحف فهمت حاجه والله العظيم ما فهمت حاجه. ايه ده قال ايه؟ احنا جايين من سفر عشان نحضر فرحك. بقول له زي يعني زعل، انت مش مديني فرصه. راح ارجع ورا بقى. انت عم انت هتزقوا فيا من ساعه ما جيت. هركب عربيه يا عم. بقول له خلاص هيتكلم كروان دلوقتي. هيقول له بص انا مش عاجبني الحوار ده، انت عزمتنا وما ما تقدرناش. ايه التقدير يا كروان؟ مشاكل، انت عملت لنا مشاكل. الكومنتات بس احلى من الفيديو اكيد. كروان نفسه ما حضرش الفرح ده اكيد. الكومنت جايب 30000 لايك. يعني الفرح ده كان فرصه مش هتتعوض لوزاره الداخليه تاني. نفس الراجل هو بيعملوا كوبي تقريبا في كل الفيديوهات. ومين دول؟ انا ما اعرفش في دول اصلا غير بالو. يعني بالو الاسواني او السوهاجي مش فاكر. الست بتقول ما كنتش عزمت البراجرام. انا اصلا سمعتها في البراجراف بس ما رضيتش اقول افيه. يعني مصر تخوف صراحه. فين في السعوديه ده؟ هم دول بلوجرات وانا قاعد ببيع الاندراء. فيديو تاني فين؟ بعد كده بقى كروان طلع يتكلم بكل نفس راضيه. تعال نشوف بقى بيقول ايه. جايب 30 مليون الفيديو اللي طلع يتكلم فيه. الله اكبر يعني بصراحه. فرحي باظ وعربيتي ولعت وملحقتش اتحنى باي حاجه وتليفوناتنا كلها ضاعت واتبهدلت. انا سايب عليا بصراحه. يعني ما اشوف تاني عشان يسيب عليا اكتر، عشان سايب عليا بس خلاص الاحساس راح. فاشوف تاني عشان نيجي تاني. فرحي باظ وعربيتي ولعت وملحقتش اتحنى باي حاجه وتليفوناتنا كلها ضاعت واتبهدلت. اوه طيب انا مش عارف ايه مال بفرحك بعربيتك تولع. مرة محدش قال سأل فينا لا مش عملوك بصراحة مش فاهم صراحة يعني. بس يعني ربنا يعوض عليك يا كروان. يعني حصل خير بس انت اللي قلت دعوة عامة، انت اللي تستاهل. طيب بعديها يعني نزل فيديو 500,000. السلام عليكم يا ناس. عمي سيد عاوز يستلم الحاجة بتاعته، اقول له ايه الحاجة؟ مش راضي يقول لي جاي لي الساعة 1. طب انت جاي تعمل ايه يا عمي؟ يا حبيبي ما انا ما عنديش ورايا يا عمي. انا اسف والله يا جماعة، انا اسف بس هو كروان مشاكل كده، نعمل له ايه؟ انا اسف انا جبتكم هنا. السلام عليكم. اتقولي يا جماعة وانا نايم على السرير طلب وقع عليا مش قادر اتكلم وحالتي صعبة كده. هو بدأ يهزر وما بحبش الهزار. يعني انا كنت كده من اللي هو مستحوي معاك. ايه مستحوي؟ فانت كده هتهزر بقى وانا ما بحبش الهزار. هنا. طيب كده المفروض الفيديوهات خلصت فخلاص. يعني انا كده فهمت الحوار على ايه. بس كده يا جماعه كده الفيديو خلص. يا رب يكون عاجبكم. اعملوا فولو. لا احنا مش في تيك توك. لا عجبكم اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو وابعتوا لكل صحابكم. ابعتوا لنا ستوريات، ابعتوا لنا كل حاجه واكتبوا لي ادعوا لي ممكن تدعوا لي برضه عادي. السلام عليكم. جاي لك كروانه. ايه كروانه ايه؟